بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أصلا أنا مش محتوى على النت ولا أي حاجة، بس أنا طالع أتكلم شوية كده في حاجة كده. حد قال لي حاجة النهاردة آه، ضايقتني شوية، فكرت فيها شوية، قلت لما أطلع أتكلم قدام الكاميرا. مش عارف هنزل الفيديو ده فين أصلا، بس أنا هتكلم. ممكن أنزله على أي صفحة ليا، بس هو هيبقى طويل. مش مهم. كنا قاعدين النهاردة في الكلية، في حد بيقول ياه لو ارجع بالعمر تاني. فانا بقى ايه بقى، ركزت معاه بقى وهتعمل ايه يا اسطى؟ قول لي هتعمل ايه، انا عايز اسمع بقى وكده هتعمل ايه. فلقيته بيقول لي انا كنت هغير كل حاجه جابتني هنا، او كنت هغير اي حاجه تخليني اعيش نفس اللي انا عشته تاني. ما فيكم من اللي حصل ده. قال لي كنت هغير اي حاجه تخليني نفسي اعيش اي حاجه غير اللي عشته تاني. فانا فكرت في الموضوع اللي هو إيه، الكنز في الرحله، اللي هو اصلا ما كنتش فاهم ايه الكنز في الرحله. بس لما خلصت ثانوية عامة، أو وأنا في نص أو في آخر ثانوية عامة، وأنا خلاص بحاول أتقبل إن أنا ممكن مشوفش الناس دول تاني خالص. وفعلا إحنا من ساعة ثانوية عامة عدى حاليا 3 4 شهور، ما شفتهمش غير مرة بس. أصحابي اللي كنا بنقعد كل يوم ونضحك، فين دلوقتي؟ كل واحد ليه السحلة بتاعته وبيكمل قصته لوحده عشان يخلص الرواية ويكسب. يا يموت البطل، يا البطل يعمل اللي كان نفسه فيه من الأول. فهو الكنز في الرحلة يا اسطى، انت بتعمل ايه؟ فبيسألني بيقول لي انت لو كنت رجعت بالزمن كنت هتعمل ايه؟ فكرت كده شوية ومع المحاضرة جه، وطلعنا المحاضرة ونزلنا بقى وكده. فبقول له بالنسبة للسؤال اللي انت سألته لي يعني وكده، بيقول لي انهي سؤال؟ بقول له بتاع لو رجعت بالزمن بقى وكده. قال لي اه صح انت ما جاوبتنيش. قلت له يا اسطى انا لو كنت رجعت بالزمن كنت هعيد نفس اللي حصل تاني، بس هغير فيه حاجة واحدة بس. حاجة اللي انا هغيرها فيه ان انا هستمتع بالوجع، بالمآسي اللي انا شفتها، بحتى الناس الوحشة اللي انا المفروض اتجنبهم وأثروا على نفسيتي وخلوني مجنون زي ما انتم ما شايفين دلوقتي بضحك على حاجة المفروض اعيط عليها. مش مهم. مش مهم. هستمتع. هستمتع لان انا فعلا آه، وانا في ثانوية عامة كنت بقول يا دين النبي الايام السوداء اللي احنا فيها دي ومش عارف ايه. حاليا بقول يا ولا يوم من ايامك يا ثانوية. فعلا فعلا ان الكنز في الرحلة ديت انت تستمتع بكل حاجة بتمر بيها، حلوة وحشة. تستمتع بيها ليه؟ لان هي مش هتيجي تاني. يعني حتى لو وحشة ممكن تيجي اسوأ يا اسطى. انت متعرفش ايه اللي حصل لك. انت في مصر الدنيا سودة، هنا داخلين على ايام سودة، الدنيا بتولع هناك. اصبر. فعيش يا اسطى، عيش يومك. مثلا الناس اللي بتسأل مثلا اللي هو انا لو كان جدي لو كان اشترى ارض زمان بسعر تذكرة اللي بيحضر بيها حفلة لأم كلثوم، انا كان زماننا دلوقتي مش شحاتين، او زماننا دلوقتي مش فقراء، وكان زماننا عدينا التلنكات بقى وبقينا وهناك بقى والدنيا بقى وبتاع. يا اسطى ليه جدك ما عملش كده؟ لان جدك كان بيعيش اللحظة. جدك كان بيعيش اللحظة. جدك كان عايش يومه. كان اخر خميس من الخميس من اخر كل شهر، او اخر خميس في كل شهر، مش عارف بتتقال ازاي. المهم يعني لو اخر خميس في كل شهر جدك كان بيبقى مستني او حاجز تذكرة بتاعت حفلة ام كلثوم من الشهر اللي قبليه او من اللي قبليه او من اللي قبليه كمان، عشان بس يعيش اللحظة
3 4 ساعات اللي يحضر فيهم الحفلة ويستمتع بيها. انت مثلا كشخص واحد او واحدة مش هتفرق، الكلام للكل. انت كشخص آه لما بتبقى قاعد وسط اصحابك انت بتنسى هموم الدنيا اللي هي اصلا حلويات. الهموم دي يا اسطى حلويات يا اسطى. الهموم دي هي اللي هي اللي بتبنيك. يعني الهم او المشكلة ده هو اللي بيبنيك اصلا. انت مش هتبني او مش هتتجمع او مش هتبقى الشخص اللي انت عليه دلوقتي غير مثلا وانت صغير قوي، وانت في مثلا في تالتة ابتدائي كان استاذ الرياضة قالك انت مستحيل تنجح، وحاليا دلوقتي انت شاطر جدا في الرياضة جدا. فبتعتمد يا اسطى مش على كده، مش على اللي هو ده ايام سودة واحنا داخلين على مش عارف ايه، وانا مكتئب وانا مش عارف اعيش وانا. يا عم انت ايه يا عم، يا عم انت عيش. عيش يا اسطى. عيش كل يوم كأنه اخر يوم ليك في الدنيا. 5 صلوات مخلصهم، اذكار صباح ومساء مخلصهم. تمام يا معلم. لو انت بتصلي قيام ليل صلي قيام ليل. الكلام ده مش ليك، ده ليا بالظبط يعني. انا واحد مقصر في الصلوات الخمسة، مش عارف ينفع اقول كده ولا لا، بس انا مقصر في الصلوات الخمسة. ف يا اسطى انت لو عشت كل يوم كأنه اخر يوم ليك مش هتفكر اصلا المفروض اعمل ايه بعد 10 سنين. انا لو فضلت على الحال ده انا بعد 10 سنين مش هيبقى في حاجة اعملها، او هل هكون متجوز هكون مخلف. طب انت ليه بتعيش نفسك بعد 10 سنين وانت اصلا مش عايش دلوقتي؟ انت اتطفيت دلوقتي، يعني انت مطفي. انت جسد بلا روح، او وعي بلا جسد. وعي بلا جسد حرفيا. الو يلا يا عم، احنا نازلين النهارده وكل الشله جايه وفلان الفلاني اللي ما كانش بيجي جاي ومش عارف ايه. انت لا والله يا اسطى انا ورايا شغل. يا عم خلص شغلك، ما انت طول اسبوع قاعد على ريلزات بقى، انستجرام بقى وتيك توك بقى ودنيا بقى وترندات بقى وهيصه دوامه. ما انت دوامه مش عايش. مخلصتش اللي عليك. اصحابك لما يرنوا عليك اللي انت اصلا بتلاقي نفسك معاهم بيرن عليك يقولك يلا يا اسطى، يلا يا احمد احنا نازلين. انت والله انا ورايا شغل يا اسطى، لازم اخلصه والله مش عارف ايه. فعلا انا بكلمكم دلوقتي في شغل هنا لازم اخلصه. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس في شغل هنا لازم اخلصه. آه في شغل لازم اخلصه هنا. قفص صدري بقى وعظمة قص بقى وقرف. مش عارف ايه علاقته بالكلية بتاعتي، بس ده قرف. تمام. هو انا لو ما كنتش الصبح مثلا او امبارح بالليل فضلتش قاعد مثلا على الانستجرام ساعتين 3، كان زمان خلاص الحاجات دي امبارح بالليل مش النهارده، والنهارده بشوف اي حاجه تاني عشان بكره بالليل اخرج مع صحابي. اللي هو يا اسطى انت بتستنى الخميس؟ ايه اللي بيحصل؟ فعيش اللحظه. انت ليه عامل في نفسك كده؟ ليه يا اسطى؟ هون على نفسك. هقول لك على حل انا بيجيب معايا انا وقلته لكذا حد. الحل ده جاب معاه جدا جدا. اوقات ما بينفعش معايا لان انا عندي تفكير مفرط بقى وقرف بقى من دوت ودماغي ما بتسيبنيش، بس هينفع معاك انت ان شاء الله. هتجيب ورقة وقلم ومش هتكتب اللي في دماغك، او مش هتكتب مثلا يقولك اكتب اللي مضايقك واكتب الحاجات اللي بتبسطك. لا يا عم ما تكتبش كل ده. فكك من الناس دي وجع دماغ يا اسطى. فكك منهم. انت تكتب ايه؟ كل كلمة بتيجي في دماغك هتكتبها. انت ماسك الورقة القلم وعمال بقى تكتب 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 تكتب. انا منسجم بكتب. هوبا، والنهاردة انا قابلت احمد صاحبي، واحمد دوت قال لي كذا كذا. فجأة جه في دماغك وانت بتكتب الشاي. احنا المفروض كنا نشرب شاي. اكتب المفروض كنا نشرب شاي يا اسطى. يا اسطى فضي دماغك. انت بعد ما تخلص مثلا صفحتين 3 انت كلام عبيط اصلا انت كاتبه في الورقة ملوش اي 30 لازمة، بس هو انت شيلته من هنا. هنا بقى فاضي، نزل هنا. خلاص بقى حتى كل همومك وانت بتكتب همك وزعلان ومكتئب وخلاص خطوة من الانتحار، فجأة اوبا انا سايب المية بتغلي جوه على الشاي.
فلازم اقوم اجيبها. اكتب دوت يا اسطى، قوم هات الميه. اكتب ده وقوم صب الشاي يا اسطى. ما تعملش كده برضه، حصل معايا ده دلوقتي. الشاي باظ، هو بص الميه قلت. المهم يعني مالكمش دعوه بده، مش هيفيدكم. فيا اسطى اكتب، اكتب كل حاجه تيجي في دماغك. هيوفر معاك وقت جدا جدا جدا. الوقت هيوفر معاك ازاي؟ الناس بتسأل هيوفر معاك وقت ازاي. هيوفر معاك وقت ان انت يا اسطى، انت بتفضل قاعد مثلا كده، المفروض في شغل قدامك، وراك يا باشا، وراك قريب، ميد ترم قريب بقى يا باشا، ودنيا واسايمنت لازم تخلصه. انت الاسايمنت قدامك المفروض تخلصه، الورق قدامك والدنيا، وانت قاعد كده، قاعد حزين. ليه انت قاعد كده؟ قاعد كده حزين ليه؟ ليه وسايب اللي قدامك ليه بقى؟ انت دماغك شغال 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 شغال. ما انت لما تفضي دماغك اول باول، ده يوفر معاك وقت تخلص حاجتك. وبعد ما تخلص حاجتك في وقت تقعد مع اهلك. اقعد مع اهلك يا اسطى، استمتع معاهم، عيش حياتك، اغتنم اهلك. يعني بص يا اسطى، قفش فيهم. واخواتك، انا واحد ماشي اخوات ولا بنات ولا صبيان. عشان كده انا بقول لك كده يا اسطى، انا حاسس بده. انا حاسس بان انت ميبقاش عندك اخ. انا حاسس بالموضوع، انت مش حاسس بيه لان اخوك جنبك. فاغتنمه يعني. انت قضاء ربنا انت متعرفوش، اخوك ده ممكن يختفي في لحظة لا قدر الله. او اختك، والدك بعد الشر لا قدر الله يعني، والدتك هتختفي في لحظة. فاغتنمهم يا اسطى. انت ليه يا اسطى محسسني ان اخوك ده عدوك في البيت؟ اه، احنا بنتنافس على حاجة تافهة، ولا هو مين بقى هيقعد بقى ايه يمسك الريموت بقى ولا يشغل على مزاجه؟ مين بقى هو اللي هيبقى معاه باسورد الواي فاي بقى؟ قلت له يا اسطى شغالين دماغكم بالحاجات دي. استمتع مع اهلك، عيش اللحظة معاهم. الدنيا يا اسطى، احنا دخلنا في دوامة من ساعة 2019، وكل الناس عارفة كده. دخلنا في دوامة. آه، مش هينفع اقول حاجة بسبب حاجة مش هينفع اقولها. بس النبي قال كده. النبي قال هيجي على القوم بتاع زمان، فيما معنى يعني الكلام مش ده اللي قاله بالظبط، ان اليوم، السنة هتبقى كالشهر، والشهر هيبقى كالجمعة يعني الأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كحركة الخوص. تقريبا قال حركة الخوص أو حاجة زي كده، لو لما تجيب خوصة، أو لما تجيب حد، لو عارف حد بتاعة النخل اللي هي بتبقى مطلعة كده، بتجيب واحدة منها وتحرقها، دي الساعة بتعدي. مش عارف بشرح لكم ايه، بس انتوا فهمتوا قصدي. يا اسطى يعني مثلا انا فاكر الحفلة اللي كنت بعملها كل سنة بتاعت عيد ميلادي، بضغط حرام آسف، بس والدتي بتحب تحتفل بده، مرضاش يعني إن أنا أقول لها لأ، برضه دي عبادة. فأنا فاكر حفلة عيد ميلادي من وأنا عندي 15 سنة. حفلة عيد ميلادي ال15، أنا حاليا ماشي في ال19، يعني عدى حوالي 4 سنين أو 3. أنا بحتفل بحفلة عيد ميلادي. أنا فاكرهم، أنا فاكرهم حرفيا، فاكر كل حاجة بتفاصيلها كأنها من شهر، كأنها من مدة قريبة. ليه كل ده بيعدي؟ انت مثلا فاكر حفلة رأس السنة انت عملت ايه مع اصحابك، او عملت ايه مع اهلك، او عملت ايه مع الشخص اللي انت بتلاقي نفسك معاه؟ انت فاكر كل ده من السنة اللي فاتت كأنه من اسبوع. فيا اسطى انت ليه يا اسطى سايب اهلك؟ ليه وماسك في موبايلك ليه؟ الموبايل ده اصلا لعنة. اللي يقولك بقى احنا بنستفيد منه بقى ونطلع فلوس منه والكلام ده، فكك يا اسطى. الموبايل ده لعنة، لعنة جدا. اولا انا كان عندي واحد صاحبي بدون ذكر اسماء، بسبب استخدامه للموبايل كتير، هو حاليا مش مصاحب غيرنا اصلا يعني. حتى مش عارف يصاحب ناس تانيين، مش عارف يبقى زي اجتماعي. انزل الشارع يا اسطى، انزل الشارع. واي نعم في الشارع ناس ما ينفعش ان انت اصلا تصاحبهم، تمام. وناس بقى ايه بتوع التكاتك بقى وكده، مش كلهم. في ناس محترمة جدا 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 بتوع التكاتك، بس الدنيا جت عليهم. في ناس تانية بقى اللي هم بقى ايه بتوع بقى كلام بقى ومرات بقى والكلام ده بقى، انتوا عارفين بقى. ناس دولت يا اسطى
انت ما تعرفش ظروفهم برضه هم وصلوا لكده ازاي. تمام. بس انزل الشارع، يعني انزل الشارع. ما مش هنظلم حد، احنا ما نعرفش الناس دي وصلت لكده ازاي، ما نعرفش اللي مروا بيه، ما نعرفش هم مروا بايه. ممكن يكون الظروف لو انت اتحطيت في نفس ظروفهم تبقى زيهم. فانزل الشارع يا اسطى، خليك اجتماعي يا اسطى، انزل الشارع، قابل ده، كلم ده يا اسطى، اتصاحب على ناس. مش لازم يبقوا صحابك الزامل يا اسطى، يبقوا زمايلك. يعني ما تبقاش كده، ما تبقاش قاعد في الكليه لوحدك كده في حالك، اللي هو انا هنا النهارده لوحدي، كل يوم قصدي لوحدي، مش بكلم حد ولا حد ليه دعوه بيا، ولو حد يكلمني برد عن قد السؤال، ولا بدخل نفسي في اي تفاصيل. يا اسطى اتزامل، اتزامل يا اسطى عليهم، يعني اتزامل عليهم. مثلا انت كونت مثلا 30 زميل، 30 دول في منهم 3، في منهم 2، في منهم واحد، ده اللي هيبقى صاحبك، ده اللي هيكمل معاك بقى الرحلة بتاعتك، الكنز بقى. انت فاهم؟ وحاولوا ما تبعدوش عن بعض. يعني مثلا احنا قلنا ان انت تنزل تقعد مع اهلك، مش لازم تبعد في اوضتك لوحدك وقافل على نفسك وتخلص حاجتك والقرف ده. يا عم هون على نفسك، انزل اقعد مع ابوك، اتكلم مع ابوك، اتكلم مع ابوك يا اسطى، انزل اتكلم مع ابوك، اشبع منه، اشبع منه، ما تسيبوش. ابوك ده انت هتيجي في يوم مش هتلاقيه، ده قضاء وقدر، ده هيحصل والله العظيم، هيحصل له. توفى لا قدر الله، هيسيبك وهيمشي، مش هيبقى معاك. فجأة والدك، الشخص اللي كان فاهمك وفاهم دماغك وطريقة تفكيرك وانت فاهمه وبتحب تقعد معاه، فجأة هيختفي، مش هيبقى موجود. فاشبع، اشبع يا اسطى، اشبع منهم. اقعد اتكلم معاه في اي حاجة يا عم، قول له اي حاجة. بص، قول له يا حاج انا جاي اصرحك النهارده واقول لك اسرار، بس على شرط. هيقول لك ايه؟ قول له انا بقول لك الصراحه عشان انا بحبك، ما تزعلنيش. قول له بقى على كل حاجه اصلا، قول له، قول له عن انت ارتبطت كام مره، قول له انت بتحب مين دلوقتي، قول له انت بتشرب سجاير ولا لا، عشان في ناس مخبيه على اهلها، ده غلط جدا. غير ان السجاير مضره اصلا وبتموت وكلها سرطانات وقرف وحرام. حرام، لان نفسك وجسدك ده امانة معاك انت، عشان لازم تسلم جسدك لربك زي ما ربك ادهلك، انت بتهلكه، فده حرام. ماشي. فقول له، قول له انا بشرب سجاير، قول له انت بتشرب سجاير ليه؟ بسبب كذا كذا كذا، صحاب كذا كذا، ودلوقتي سبتهم وبحاول ابطل. هو هيساعدك، هيديك دعم. ليه بقى انت بتتكلمش معاه اللي هو طب انا بشرب وكده؟ هيقوم سكك هيطلع كده ميتينك، والحزام هيتكسر عليك، الحزام هيتقطع عليك، هيتكسر ايه اللي انا بقول، الحزام هيتقطع عليك يا اسطى. تمام. وهيدغدغك انت لما يلاقيك قاعد كده، هيحس ان انت ناضج، والله هيحس ان انت ناضج وعايز تتكلم معاه، وهتلاقيه بيشجعك، بجد هتلاقيه بيشجعك، يقول لك في ابهات مينفعش معاهم الكلام ده طبعا، في ابهات مينفعش معاهم الكلام ده، هما بياخدوا الموضوع قفش قوي. فحاول بس تقعد مع اهلك، اقعد مع والدتك، اتكلم معاها، وقول لها نفسي اعمل كذا لما اكبر، قول لها نفسي اعيشك احلى عيشه، نفسي اخليكي تبقي ملكه، نفسي اعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. ليه يا اسطى نفسك؟ ليه لازم يبقى نفسك اصلا؟ ليه انت لازم تبقى عندك الهدف ده من اهداف حياتك؟ ليه لازم اهلك انت تعيشهم احلى عيشه في الدنيا كلها؟ ليه؟ لان اهلك دول ضحوا، ضحوا، ضحوا بكل حاجه عشان خاطرك، وانت ما عندكش دم، ولا بتشتغل على نفسك، ولا بتطور من نفسك، وعايز تفضل زي ما انت في القاع، غرقان تحت، غرقان. فيا اسطى كده اطلع كده بقى يا اسطى، نشف الميه اللي على جسمك ديت بقى يا اسطى، وامشي في حياتك. دوس، دوس، سيبك من القرف اللي بيحصل حواليك وكده، ومتفتحش السوشيال. السوشيال ديت مدمرة جدا، مش هيفوتك حاجة والله، ما تخافش. يعني كلها ترندات قرف في قرف. ولو في حاجة مهمة بتحصل في البلد،
هتوصل لك، يعني مش لازم تخش تعرفها من السوشيال، اصحابك هيقولوا لك، اهلك هيقولوا لك، انت فاهم؟ فانك تعمل كده، تفضل قاعد طول يومك على الموبايل، ده شيء جدا 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 غلط. اولا هيفقدك ان الاجتماعية بتاعتك، مش هيخليك اجتماعي، هيخليك تنسى الصحاب كانوا بيتعملوا ازاي، هيخليك تنسى انت كنت بتعمل صحاب ازاي. بس انت فاكر في ابتدائي واعدادي انت كان عندك كام صاحب قبل ما يبقى معاك الموبايل؟ فاكر انتوا كنتوا بتبقوا مبسوطين ازاي؟ فاكر بعد ما كنتوا بتخلصوا مدرسة كنتوا بتعملوا ايه؟ فاكر؟ افتكر كده، رجع كل ده وعيشه بقى دلوقتي، يعني انت ما عشتوش زمان ونفسك ترجع تغيره، عيش كل ده. انا لو رجعت بالزمن هعيش كل لحظة انا عشتها بالظبط. ولو كان مثلا في موقف حصل مدمر لي حياتي دلوقتي، انا هرجع ومش هغير فيه مش هغير فيه سنتي، هسيبه زي ما هو، لازم اسيبه زي ما هو. ليه بقى؟ لان هو فعلا كان حلو، هو كان حلو ايا كان، اذا كان في الوقت ده وحش او لا، بس هو حلو، انت ما تعرفش كان هيجي ايه بداله. وبالنسبه لاصحابك يا اسطى، انت ليه كده يا اسطى؟ انت ليه كده؟ ليه مش عايز تعيش؟ انزلوا كده يا اسطى، حددوا يا اسطى يوم يبقى في الاسبوع اساسي تنزلوا تتجمعوا تتقابلوا فيه. ليه ما بتعملش كده؟ عشان تقعد على الموبايل وتقول لهم ان انت اصلا مش فاضي، وراك قرف، وراك هم مع تبع الكلية بقى او تبع ايا كان، انت ما وراكش حاجة، انت كده يعني، مش عايز اقول الكلمة. فيا اسطى، حب نفسك، حب نفسك، انت كويس، انت احسن من اي حد. بس برضو في نفس الوقت آه كل دول اي حد اللي انت احسن منه ده هو مش اوحش منك، هو احسن منك برضو، بس انت احسن في حاجة، هو احسن في حاجة تانية. فانت لما تيجي تبص للناس هم دول احسن منك وانت احسن منهم. لما تيجي تبص لنفسك، انا دلوقتي فاهم في الدنيا، عارف انا بعمل ايه كويس، عندي وعي، عندي ادراك اللي انا بعمله، تمام. انت من سنتين تلاتة ما كنتش كده، انت كنت عبيط، مؤاخذة في الكلمة، انت كنت عبيط فعلا. انت بتيجي تفكر انا ازاي خدت القرار ده في حياتي بقى وكده، عشان انت كنت عبيط. اما دلوقتي انت عندك وعي وادراك. فحب نفسك. ليه بقى؟ انت بتتطور، عندك فكر، بتعرف تفكر يا اسطى، بتعرف تتكلم امتى، تسكت امتى، تعرف تصاحب مين ما تصاحبش مين، مين ينفع يبقى صاحبك، مين ينفع يبقى زميلك، مين ينفع تدخله بيتك، مين ينفع توقفه تحت بيتك، مين ينفع ما تعرفوش بيتك، مين ينفع يبقى زي اخوك تعرفه على اهلك كمان. لازم يبقى عندك حاجة زي كده. ليه بقى؟ ان انت هتحتاجهم في يوم في الايام، هتحتاجهم جدا. ولو ما احتاجتهمش هم انس، يعني الصاحب ده، يعني حاول كده لما تنقي واحد من صحابك، انت مثلا تبقى مصاحب ستة دول صحابك، في 100 زمايل او 300 زمايل، الستة دول صحابك، الستة دول انت هتنقي منهم واحد، ده اللي هيبقى خلك او خليلك، اللي هو يبقى اكتر من صاحب. ده مرحلة متطورة جدا من معنى الصحاب، اللي هو في رفيق وفي صاحب وفي زميل وفي شقيق، تنفع برضو من معنى الصحاب. في خل بقى، يعني ربنا في القرآن بيقول لك وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو حاجة زي كده، مش عارف، بس ده المعنى عشان مفتيش في الدين أو مفتيش في القرآن، ده المعنى بتاعه، ده المعنى، تمام. وسيدنا محمد برضو خليل الله. وسيدنا محمد قال يعني لما كان بيتكلم على بكر، قال ان ربنا لو ما كانش خدني لو ربنا ما كانش خدني خليل، كان ابو بكر هيبقى خليلي، بس ربنا متخذه خليل. شوف هنا النبي، ليه النبي ما يبقاش عنده الاتنين خليل، اللي هو ربنا، الشيء العظيم ده، الحاجة الكبيرة جدا دي،
اللي احنا مش عارفين اصلا نستوعبها، وتيجي تستوعبها دماغك دي بتوجعك اصلا، اللي هو انت مش عارف تستوعب العظمه دي كلها والملكوت ده كله، مش قادر تستوعبه. وينزل الانسان اللي اقل منه، لان النبي اعلى من الانسان، اللي هو سيدنا ابو بكر. وسيدنا ابو بكر فعلا هو سيدنا ومولانا. ليه ما اتخذوش خليل؟ لان هو الخليل بيبقى واحد بس، واحد بس، الباقي دول صحابك. فحاول يسطا كده تختار واحد يبقى معاك في كل حاجة، معرفه كل حاجة، هو فاهمك وحافظك. وحافظك بمعنى حافظك لما تيجي تسأله على حاجة هتدمرك قدام، هو عارف ان هي هتدمرك، فهيقول لك لا، فانت تقول له خلاص ماشي لا، يبقى لا اللي انت شايفه. فيسطا الدنيا لذيذة والله يعني. الدنيا في الفل. انت بس اللي عايش في البقليلة، او عايش في البالونة بتاعت الموبايل والانترنت والسوشيال بقى والبتاع بقى والترندات بقى والحاج ابراهيم سيمبل بقى ومش عارف سنبل وفريدة والناس ديت بقى. سيبك يا اسطى من كل ده، الفخم بقى يا اسطى، سيبك يا اسطى. انت مثلا، انت عارف دلوقتي اسال نفسك، انت لو كنت سبت ما اتفرجتش على الترندات ديت من 30 يوم، تعالى كده احسب. انت من 30 يوم، فكر في دماغك كده، انت لو من 30 يوم ما فتحت السوشيال، هل كنت هتنقص حاجه؟ مش هتنقص حاجه. هل كنت هتزيد حاجه؟ مش هتزيد حاجه، بس بالعكس، انت رجعت نفسك خطوه. ليه بقى؟ مع انك ثابت في مكانك، انت ما رجعتش خطوه ولا حاجه، بس بالنسبيه انت رجعت نفسك خطوه. ليه؟ في غيرك هنا وهنا، هما ما كانوش ماسكين الموبايل، او ما كانوش ماسكينه زيك. تتقال صح ان كل الناس بتمسك موبايلات، فهم خدوا الخطوه لقدام عشان كان عندهم وقت يعملوا ده، وخدوا الخطوه اللي قدام وسبقوك بخطوه 2 3 مش مهم. انت فضلت واقف مكانك، هم سبقوا 3 خطوات، يبقى انت رجعت 3 خطوات. انت رجعت 3 خطوات من نقطة الصفر اللي انت مش عايز تطلع منها. ليه يا اسطى؟ ليه انت مش عايز تطلع من نقطة الصفر؟ الدنيا والله الدنيا لذيذة، خليك في اللذيذ منه، الدنيا حلوة يا اسطى. حب نفسك، تعالى كده كده كل يوم في المراية اقف، اقعد قول سبحان الله. شوفوا الجمال، ازاي يا جدعان الجمال ده كله، سبحان الله. تقعد تقول سبحان الله اللي ربنا يخلق حاجة بالجمال ده. وتقعد بقى ايه، يا سلام، تقعد تعكس في نفسك بقى كده وتغزل في نفسك، هتاخد ثقة والله يعني. الناس اللي ثقتها ضعيفة في نفسها يبقى عندها ثقة، وهتعرف ان كلام الناس ملوش لازمة، ان كلام الناس مش هيزيدك. يعني مثلا الناس قالت انت وحش، هل جمالك هيقل درجة مثلا في مقياس الجمال؟ ولا اي حاجة اصلا. لو الناس قالت انت جميل جدا وايه ده، مش هيزودك حاجة. انت لو شايف نفسك جميل، مع ان في المقياس انت غير كده، مع ان كلتنا جمال والله، كلتنا جمال وحلويات ولذاذ، لان كلتنا خلق ربنا. ما ينفعش ربنا يخلق حاجة وحشة يا اسطى، فكر فيها. انت لو واحد قال لك انت وحش، انت هتشوف نفسك وحش. شفت نفسك وحش، ثقتك في نفسك هتقل، هتبقى ضعيف، مش هيبقى ليك تأثير. انت لازم يصل يبقى ليك تأثير، لازم يبقى ليك خطوة في الحياة دي. لازم مثلا فلان الفلاني يذكر ويقول لك والله ده انا شفت عيل النهارده في الكليه، بامانه الواد ده واثق في نفسه قوي، طلع قدام الكليه كلها كده وقال الكلام اللي كان نفسه يقوله من زمان، واتكلم مع الناس كده من غير ما يخاف، ومسك المايك في المحاضره وطلع شرح احسن من الدكتوره واحسن من الدكتور، وكان بيتكلم بكل عفويه، وواد جامد جدا. انت اصلا ما تعرفوش وممكن ما يكونش يعرفك، بس هو بيتكلم عليك ليه. انت لازم يبقى ليك تأثير، لازم. انت جاي الدنيا عشان تغير فيها للأحسن، وتغير من نفسك للأحسن، عشان في الآخرة فردوس يجزون الغرفة بما صبروا. شوف، بما صبروا، مش بما أي حاجة تاني، مش بما مثلا ايه مسكوا التليفون بقى واشتغلوا بقى عليه بقى وجابوا يا اسطى. الفلوس سهلة، يعني أسهل حاجة تعملها في حياتك هي الفلوس. بس فين بقى الطريقة؟ في طريقة حلال تعمل بيها فلوس، تبقى صعبة. ليه؟ عشان فيها بركة، فيها بركة. مش عارف انا بتكلم 29 دقيقة ليه اصلا، دخلت على 30 دقيقة، اسف.
بس انا بتكلم، مش عارف اصلا هنزل فيديو ده ولا لا، بس اسمع انا بتكلم معاكم وخلاص. يا اسطى الفلوس اللي بتتعب فيها بيبقى فيها بركة. في الاول بتبقى صعبة وقليلة، بس فيها بركة. الفلوس مش عايز تخلص. لا يا اسطى، انا جبت كل نفسي فيه. انا جايب ريد بول بقى، وجايب بقى سموزي بقى، وركبت مواصلاتي وخرجت مع اصحابي، وشربت قهوتي، وجبت التمن بتاعي بتاع القهوة، تمن البني بتاعي بتاع كل اسبوع بقى، وفي فلوس فايدة. اللي هو ازاي اصلا كل ده؟ في بركة في الفلوس، في بركة. تيجي بقى تخش بقى للناس بقى بتوع العيال بتوع اليومين دول، والله الحمد لله ربنا تاب عليا. انا كنت منهم، من اللي احكي عنهم دلوقتي. الحمد لله ربنا تاب عليا، دخلت في السنة دلوقتي مبطل وينكس بت. مش عارف اقول اسمها ولا لا، عشان الناس ما تخش تبحث عنها يعني. هي لعبة مراهنات، انتوا عارفينها يعني. انا كنت بطلع فلوس بالعبيط منها في اليوم. انا كنت بطلع يوميا، مش عايز اقول مبلغ عشان مش عارف ده حرام ولا لا، بس كنت بطلع يوميا مبلغ كبير. اللي هو بتوع مثلا الناس اللي بتشتغل باليومية او باليوم. انا كنت بعمل، انت كنت بتشتغل 3 4 ايام، انا كنت بطلع ده في نص ساعة. كانوا بيتصرفوا في ساعتين 3، اخرج اجي تصرفوا. ليه؟ مفهومش بركة. مفهومش. وبعد ما تيجي، هو انا جبت ايه؟ هو الفلوس دي اتصرف في ايه؟ في ولا حاجة. ليه؟ فيش بركة، فيش بركة. بس خليك فاكر ان الفلوس اللي فيها بركة اللي انت تعبت فيها في الاول بتبقى قليلة. ليه؟ ده اختبار من ربنا، أنا عايزك تشوف هتعمل ايه. هل هترضى بالحلال؟ مفيش حاجة اسمها هترضى بقليلك، لان احنا كده كده بنرضى، والقليل ده بيكتر، مبيفضلش قليل. انت كنت كده يا اسطى، نطفة من مني يمنى، وبقيت إنسان دلوقتي 179 سنتي، وبغلى قد الدنيا، مؤاخذة يا صاحبي، وبغلى قد الدنيا، وماشي في الشارع ماله هدومك بقى. وانت في الآخر كنت كده أصلا، كنت ولا حاجة. فمفيش حاجة اسمها بقى ترضى بإيديك، القليل ده بيكبر يا اسطى. فالفلوس الحلال بتبقى قليلة في الأول، متعبة. بعد كده اوبا، كترت، وفيها نفس البركة، وبركتها كترت. اوبا، ده بتزيد كتير باليوم، كل يوم بتزيد كتير. اوبا، ده في فرصة مشروع تبع الشغل بتاعي، طب ما نيجي نشوف. اوبا، بقت براند. اوبا، بقت معايا فلوس. اوبا، ده ابتلاء. البس يا معلم. البس، ابلع ابلع ابتلاء. مع ان في بركة. ابتلاء ليه بقى؟ ربنا عايزك تشوف بعد الفلوس الكتيرة اللي معاك دي، وانت ما كنتش معاك، هتعمل ايه. بس برضو طالما انت بطل واسطورة استحملت كل ده، يبقى انت تعدي. بس انت خليك فاكر قبل ما اقفل وخلص كلام، خليك فاكر ان انت عديت من كل اللي فات ان انت نفسك تغيره، اللي هو بناك اصلا. يعني اللي فات اللي انت نفسك تغيره ده هو اللي بنيك، هو اللي عاملك، هو اللي بني شخصيتك، هو اللي مخليك تأثير، ومخليك صحاب وناس بتحبك وناس بتكرهك عشان مغيرانة منك يا عم، عشان انت حراق. مش عايز اقول حاجة تانية، عشان انت حراق. تمام. الماضي ده هو اللي بناك. السواد اللي انت بتقول عليه سواد، اللي هو اصلا شيء جميل جدا، هو اللي بناك، هو اللي عملك. فلو رجع بيك الزمن، عيش كل لحظة انت عشتها. ولو رجع بيك الزمن، عيش مع اهلك، عشان دلوقتي تعرف ازاي تتعامل معاهم وتعيش معاهم كل يوم كأنه اخر يوم ليك. يا اسطى اشبع منهم. انا مش عارف انا ليه مصمم على النقطة دي. انت مش هتعرف ليه، انا عارف ليه. اشبع من اهلك يا اسطى. اهلك في يوم من الايام هيختفوا، انت هتبقى محتاجهم جنبك بيدعموك. ابوك انت هتبقى محتاجه جنبك في اضيق وقت. فجأة ابوك مش موجود، قدر الله، سافر، سابك، توفى، حصل اي حاجة لا قدر الله، انت بعدت. بس انت هتبقى محتاجه قوي قوي، مش عشان اي حاجة، انت هتبقى محتاجه، عايز يبقى جنبك. انت نفسك تقعد مع ابوك تتكلم نص ساعة. يا سلام، انا عايز اقعد نص ساعة بس اتكلم مع ابويا زي ما كنت بتكلم معاه وانا صغير، بلا خوف، بلا تحذر بقى، بلا اي حاجة. انا بتكلم ب... بص، بتكلم بتلقائية، اللي هو اللي بيبقى على لساني بقوله على طول، اللي في دماغي بيجي بقوله، ما بعديش على فلاتر. فعيش يا اسطى، عيش. الدنيا لحظة هتختفي، في ثانية، في ثانية الدنيا دي مش هتبقى موجودة. فعيش، استمتع،
بحياتك. السلام عليكم. أنا رغاي جدا أنا عارف بس.